السلام عليكم البنات، مرحبا بكم في فيديو جديد في هذه القناة. اليوم جبت لكم مشروع خياطة سهل بزاف للمبتدئات وما يتطلبش خبرة كبيرة. راح نخيطوا جلابة شتوية ولا قندورة تكون دافية وبستيل بسيط وراقي، تلبسوها في الدار ولا تخرجوا بها. نبداو خطوة بخطوة باش حتى المبتدئة تقدر تطبق وتنجح فيها. أول حاجة واش لازمنا ثوب شتوي، تيسي يكون تاع الكاشمير الخفيف ولا قطيفة. المهم يكون طول مترتين حتى المترتين وعشرين سنتيم حسب المقاس. نحتاجو المقص، مترة تاع الخياطة، دبابيس، طباشير الخياطة، الماشينة أكيد حتى لو كان يعني بسيطة، المهم تخيط لك مليح. ونحتاجو خيط يكون مناسب يعني للثوب، يكون يشبه له. اكيد مش راح تجيبي خيط ما يشبهلوش، راح تجيك خدمه مدرحه. نحتاجو هكذا شويه تاع السلعه هكذا باش تبهي هذيك القندوره تاعك ولا الجلابه. اول خطوه البنات واش نديرو؟ ناخذوا المقاسات. اول حاجه البنات ناخذوا المقاسات الاساسيه باش يجي الباترون مضبوط. اول حاجه دوران الصدر، ثاني حاجه نقيسوا الكتاف شحال فيهم، ثالث حاجة الطول الكلي، رابع حاجة الكم، وخامس حاجة دوران المعصم. نصيحة البنات، زيدوا دايما 4 سنتيم للاحتياط في الصدر و2 سنتيم في الجوانب، هكذا باش يجيكم الزايد خير من تجيكم ضيقة. الخطوة الثانية واش نديرو؟ رسم الباترون بشكل بسيط البنات، ما يخوفكمش يعني الباترون، ولا راهو من اسهل ما يكون. اول حاجه نديروا الجزء الامامي، نحددوا الطول كامل، نرسموا فتحه العنق اللي هي 8 سنتيم عرض في 10 سنتيم عمق، نهبطوا من الكتف ب2 سنتيم باش يجي هابط، يعني الكتف ما يجيش هكاك باشع. نحددوا جهه الابط ونفتحوا 1 سنتيم زياده. الجزء الخلفي نفس الامامي، غير نخفضوا برك في العنق، يعني غير شويه 3 سنتيم فقط، يعني ماشي الرقبه تاع الامام مش كيما تاع الخلف، هذه معروفه. الخطوه الثالثه باش نهزوا المقص، واش نديروا؟ نقصوا الامام ومن بعد نقصوا الخلف بنفس القياسات، نقصوا 2 اكمام بالطول اللي اخترناه، نضيفوا قطعه صغيره على شكل مثلث. اذا حبيتي نديروها ديكور في العنق، هذا الشيء اختياري. الخطوه الرابعه هي مرحله الخياطه. هذه المرحله سهله، برك ركزوا معايا البنات. اول حاجه خياطه الكتاف، نحطوا الامام والخلف فوق بعضهم ونخيطوا الكتاف بجوانب مزدوجه. ثاني حاجه نخيطوا الاكمام، نفتح حلق الابط ونركبوا الكم بدبابيس، نخيطوا من الاول للاخر بشويه باش ما يتجمعش الثوب، يعني كي تعودي تخيطي بالعقل هكذا باش ما يتكمشلكش. ثالث حاجه نخيطوا الجوانب ومن بعد الكم حتى لتحت خلاص. المرحله الرابعه تشطيب العنق، يعني نقدروا نديروا شريط جاهز ولا نخيطوا طيه داخليه بتطبيق يعني بسيط. المرحله الخامسه تشطيب الاطراف، يعني نطويو 2 سنتيم في الاسفل، طيه صغيره في معصم اليد. الخطوه الخامسه البنات هي اللمسات النهائيه. تقدري تزيدي جيوب جانبيه، يعني كي تحبوها بالجيوب، تقدري تخدمي سلسله تاع كروشيه رقيقه وتزينوا بها العنق، تقدري تزيدي تطريز خفيف هكذا على الصدر. هذه ترجع ليك انتيا، يعني انت اللي راح تفيني القندوره تاعك ولا الجلابه كيفاش حبتيها تكون. وهنا تكون الجلابه تاعنا البنات واجده بشكل بسيط وراقي وبطريقه سهله، حتى المبتدئات يقدروا يخيطوها بلا عقد. اذا جربتوها اكتبوا لي في التعليقات، وما تنساوش تشتركوا باش يوصلكم الجديد. نشوفكم في فيديو الجاي ان شاء الله.